عمرك سمعت قبل كده عن العلاقة السرية؟ أكيد شفت قبل كده علاقات بدأت وانتهت وكنت بتسأل نفسك هو ازاي هان عليه العشرة؟ ممكن تكون علاقتك الزوجية أو علاقتك بواحد صاحبك أو علاقتك بمديرك أو زميلك في الشغل، وبتزعل جدا لما العلاقة بتنتهي وبتسأل نفسك هو العيب فيا ولا فيه؟ على الجانب التاني في علاقات بتفضل مكملة إلى ما لا نهاية ومستحيل تنتهي مهما يحصل مشاكل ما بين الطرفين. إيه الفرق ما بين النوعين دول من العلاقات؟ الفرق يا صديقي هو حلقة العلاقة السرية، وده اللي هنعرفه في الفيديو بتاع النهارده. فجهز كوب قهوة قوي جدا وتعالى، بس ما تنساش احنا في القرن ال 21، من حق افهمك وحقك تكون فهيم. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا فهيم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واهلا بيكم في فيديو جديد من الفهيم. قبل ما نبدا ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. لو انت مقبل على زواج او خطوبه او حتى شغل جديد، اهم سؤال لازم يجي في بالك ازاي هتقدر تحافظ على العلاقه الجديده اللي انت داخل عليها لاطول فتره ممكنه، خصوصا ان عدد حالات الطلاق في مصر وصل ل 254,777 الف حاله في سنه 2021، وده تقريبا 40% من نسبه الجواز. يعني من كل 10 جوازات في 4 بيتطلقوا في اول 5 سنين والسته التانيين بيتطلقوا في تاني 5 سنين. ومش بس مصر، انت عندك في السعوديه وصل حالات الطلاق ل 21.5% من عدد الزواج. طب حد يسألني هو العلاقات عبارة عن العلاقة الزوجية بس؟ لا يا صديقي، العلاقة هي حالة بتربط ما بين اتنين في ما بينهم كلام. يعني في علاقة زوجية ما بينك وما بين الزوجة، في علاقة ما بينك وما بين صديقك، وفي علاقة ما بين الأب وابنه وبين الأب وبنته وكذلك مع الأم، وعلاقة بين أهلك وقرايبك وعلاقة بين زمايلك في الشغل. وبالرغم من إن كل علاقة من دول ليها طبيعتها، إلا إن الصفات اللي هتحدد العلاقة دي هتفشل ولا هتنجح واحدة. وأي علاقة في الدنيا بنسبة من 60 ل 70% هتفشل إلا لو اتطبق عليها حلقة العلاقة السرية. ودي حلقة بتتكون من 7 صفات أساسية، وصفة جوكر هي اللي بتخلي العجلة تلف. وعشان أعرض لك حلقة العلاقة السرية لازم نسأل سؤال مهم قوي: هو ليه أصلا مهم إن يكون عندي علاقات واكون حريص ان انا احافظ عليها؟ عشان اجاوبك على السؤال ده لازم يتقسم لكذا جزء، واول جزء هو العلاقه الزوجيه. انك تكون حريص انك تحافظ على العلاقه الزوجيه ده هيخلق بيت واسره ناجحه ومترابطه وغير مشتته. وركز في كلمه غير مشتته. كم مره شفت علاقه زوجيه انتهت بعد ما ربنا رزقهم باولاد وكان نتيجه ده تاثير سلبي كبير جدا على الاولاد وعلى مستقبلهم وعلى شخصيتهم كمان بعد ما حصل الانفصال؟ فلو انت بتسعى انك تبني بيت ناجح ومترابط لازم تكون حريص انك تحافظ على العلاقه الزوجيه ما بينك وما بين زوجتك. طيب علاقتك باخوك واختك ليه تحافظ عليها؟ قال الله تعالى لسيدنا موسى اللي هو اصلا نبي ورسول من عند ربنا وربنا معاه في كل خطواته: سنشدد عضدك باخيك. ومعنى تفسير الايه دي ان هو هيقويه باخوه، ما قالوش سنشدد عضدك بابنك او بابوك او بصاحبك، قال له اخوك. فربنا سبحانه وتعالى اختار الاخ. خلاصة الموضوع انك تحافظ على علاقتك باخوك واختك، ده هيقويك جدا في الارض. طيب علاقتك بمديرك وزمايلك في الشغل ليه تحافظ عليها؟ لان اقوى واول شخص ربنا هيجعله سبب في علو شأنك او رفضك من الشغل هو مديرك. واول شخص هيقف جنبك لما تغلط في حاجه معينه في الشغل هو زميلك في الشغل. حتى لو الشخص اللي معاك وحش، لو انت كويس معاه انت هتجبره ان هو يكون كويس معاك. طب يا فهيم انت ما جبتش سيره الصداقه لسه، ما انا هقول لك اهو، وركز معايا قوي في الحته دي. لما سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام سئل: من احب الناس اليك؟ قال: عائشه الزوجه. قال: ومن الرجال؟ قال: ابوها، اللي هو مين؟ سيدنا ابو بكر الصديق، اقرب حد من الرسول وصديق عمره. صاحبك هو اللي هيقف جنبك في اي شده حتى لو انت في اخر بقاع الارض، وهو اللي هياخد باله من اهلك لو انت في غربه، وهو اللي ممكن تكلمه في التليفون تقول له معلش انا مش قادر انزل هات لي حاجه وانت طالع، وهو اول واحد هيكون حريص ان شكلك يكون حلو في فرحك، وهو اللي لما تكون زعلان هيكلمك يقول لك تعالى ننزل نلعب جيمين بلاي ستيشن، وهو اللي هيكلمك الساعه 4 الفجر عشان يصحيك عشان تنزلوا تصلوا الفجر في جماعه، وبرضه هيكلمك قبل صلاه الجمعه بساعه عشان يقول لك تعالى ننزل نلحق مكان في الجامع. صاحبك هو شريك حياتك من الرجال. اعتقد ان كل دي اسباب تخليك مقتنع انك لازم تحافظ على كل العلاقات اللي في حياتك وتكون حريص انها تكمل، وده عمره ما يحصل الا لو طبقت حلقة العلاقة السرية. الحلقة دي يا صديقي بتتكون من 7 صفات أساسية لازم تكون فيك، وصفة جوكر بنستخدمها عشان نخلي باقي الصفات تشتغل. أول صفة هي الاحترام. اسأل نفسك سؤال: هل أنت وشريكك في العلاقة بتحترموا بعض زي ما أنتوا ولا زي ما بتتمنوا تكونوا؟ لأن هي دي الشرارة اللي بتخلي في عدم احترام في العلاقة. الاحترام هو أول عمود في حلقة العلاقة السرية، لأن بدون الاحترام المتبادل العلاقة أكيد مش هتكمل. والاحترام هنا احترام في الألفاظ واحترام في المشاعر، بمعنى إنك ما ينفعش وقت المشكلة تقول له أنت ابن كذا، ولا ينفع في العلاقة الزوجية تقول لها أنت غبية، والعكس. اي لفظ خارج هيطلع منك وقت المشكله ده عدم احترام لفظي، وده ما ينفعش يحصل لانه هيضعف العلاقه. وكذلك الاحترام المعنوي والفكري، ما ينفعش ابدا تقلل من افكار او كلام شريكك في العلاقه. كل مرحله عمريه ليها طريقه معينه في التفكير. في علاقتك بابنك لما يقول لك هو انا لو نطيت من البلكونه هنزل واقف زي سوبرمان، ما ينفعش ابدا تقلل من افكاره بسبب ان سنه صغير، وتنزل بمستوى تفكيرك لمستوى تفكيره وتحسسه ان انت بتفهمه وبتسمعه. فبروز الاحترام عندك في حائط العلاقات، لانه اول صفه لازم تكون موجوده في العلاقه عشان تكمل. طيب لو حصل قله احترام في موقف
موقف او اتنين في العلاقه، هل العلاقه هتنتهي؟ لا، هننقل الموقف او الموقفين دول للصفه الجوكر اللي بتحرك العلاقه كلها، ولكن هقول لك عليها في اخر الفيديو. الصفه الثانيه هي الثقه. في فرق ما بين الثقه وما بين الصدق. على سبيل المثال في العلاقه الزوجيه، الثقه انك ما تكونش شاغل هي مع مين وبتعمل ايه، ولو في يوم من الايام سالت فانت نيتك في السؤال بتكون اهتمام مش اكتر. عكس الثقه هو الشك، وعكس الصدق هو الكذب. في فرق ما بينهم. الثقة انك تكون متأكد مليون في المية ان صاحبك عمره ما يبيعك ولا عمره يتمنى حاجة حلوة ليه والوحش ليك. والثقة انك تكون مقتنع من جواك ان ابنك عمره ما هيدخل، ولو في يوم من الايام صحابه ضحكوا عليه هيجي ويحكي لك، لان في ثقة ما بينكم وانتوا اصلا صحاب. والثقة بتكتسب من المواقف، فانت لازم تبنيها مع شريكك في العلاقة بالمواقف والافعال، وكمان لازم تكون متبادلة، ما ينفعش تكون جاية من طرف واحد بس. طب ان انعدمت الثقة مرة او مرتين، هل العلاقة هتنتهي؟ لا مش تنتهي، هننتقل من خانة الثقة وهنروح على الصفة الجوكر. الصفة الثالثة هي الصدق. الصدق يا صديقي الفهيم بيكمل الثقة. الطبيعي ان العلاقة اللي مبنية على الكذب عمرها ما هتكمل، والكذب نوعين. اول نوع انك تقول على حاجة عملت وانت تكون ما عملتش، او تقول لا ما عملتش وانت تكون عملت، وده اسمه كذب الافعال. اما الكذب الاكبر اللي بيدمر العلاقة فعلا هو كذب المشاعر. انك تكون ما بتحبش الشخص اللي معاك ومكمل معاه ومش قادر تروح تواجهه ولا تصارحه وتعرفه ان خلاص ما بقتش تحبه، او تكون بتحب شخص معين وبتحب قعدته وما تروحش تقول له. ده اسمه كذب المشاعر. ما ينفعش تكذب مهما يحصل في العلاقه حتى بمشاعرك، بمعنى انك لو خلاص ما بقتش تحب الشخص اللي قدامك روح صارحه وقول له انك خلاص ما بقتش تحبه، ولو عرفت توصلوا لحل كملوا في العلاقه، ولو ما عرفتوش يبقى خلاص. بس اهم حاجه ما يكونش فيه كذب، خصوصا كذب المشاعر. طيب ان حصل وكان فيه كذب في العلاقه مره او اتنين، هل العلاقه هتنتهي؟ لا، هننتقل برضو بالموقفين دول لصفة الجوكر وبعدها نقرر هنكمل ولا لا. الصفة الرابعة هي الخلاف الصحي. عشان تعرف العلاقة دي بتتمتع بالخلاف الصحي ولا لا، اسأل نفسك سؤال: هل لو في مشكلة ما بينك انت وشريكك في العلاقة والمشكلة دي صغيرة وبتحاولوا تحلوها، هل المشكلة دي فعلا بتتحل ولا بتكبر اكتر؟ لو بتكبر اكتر فالعلاقة دي ما فيهاش الخلاف الصحي. مفيش حد شبه التاني، كلنا مختلفين عن بعض في الطباع والافكار والمشاعر. مفيش حاجة اسمها ان الانسان ده شبهي. لازم تكون مقتنع ان في اختلاف ما بينك وما بين اي حد تاني في حياتك، عشان كده لازم هتحصل مشاكل واختلاف في اي علاقة في الدنيا. وبالتالي انت لو مقتنع بالنقطة دي هتقدر تخلق خلاف صحي. الخلاف الصحي مبني على مبدأ بسيط قوي، وهو وارد ان انا اللي اكون غلط. طول ما انت مش بتتناقش مع شريكك في الحلال والحرام يبقى نسبة ان انت تكون غلط اكبر من نسبة ان انت تكون صح، وهو ده الخلاف الصحي. نختلف مهما نختلف، لكن انا هحترم وجهة نظرك وافكارك ومعتقداتك. طب ان حصل خلاف وزعيق وصوت عالي في العلاقة، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتهدى انت وشريكك في العلاقة وتنهوا النقاش تماما وقت الزعيق، وبعد ما تهدوا هتاخدوا الموقف ده وتودوه على الصفة الجوكر. الاربع صفات اللي انا قلت لك عليهم دول بيسعوا لتربية النفس في العلاقة. دي الاخلاق اللي لازم تكون عندك عشان تقدر تحافظ على العلاقة، والثلاث صفات الجايين دول هيطوروا العلاقة اكتر. وقبل ما اقول لك عليهم خليني ارشح لك كتاب كيف تؤثر على الاخرين وتكتسب الاصدقاء للكاتب ديل كارنيجي. الكتاب ده هيساعدك بشكل كبير جدا في انك ازاي تتعامل مع كل العلاقات اللي في حياتك. كتاب حلو وهيعلمك ازاي تتعامل مع الناس. الصفة رقم 5 واول صفة في مرحلة تطور العلاقة هي الالتزام بالمسؤوليات. هل انت جبت شريكك في العلاقة وقعدتوا مع بعض كده واتفقتوا على الحاجات اللي كل واحد فيكم ملزم ان هو يعملها في العلاقة؟ لو الاجابة لا، يبقى انت مش بتطبق الصفة دي على العلاقة بتاعتكم. على سبيل المثال علاقتك بزوجتك، انت ملزم ان انت تصرف عليها، فانت ما ينفعش تقعد في البيت وهي تنزل تشتغل وتصرف على البيت، بس هي ملزمة انها تهون عليك اليوم وتعب الشغل بانها تقول لك كلام حلو وتعمل لك اكل كويس وتخلي البيت بتاعك نظيف. بغض النظر بقى في حتة انها ملزمة ولا لا في الدين، ولكن انا بقول لك على الحاجات اللي لازم تتشاركوا فيها مع بعض عشان العلاقة تكمل. فالمسؤوليات هنا بتكون بالاتفاق، كل واحد ملزم ان هو يعمل حاجة عشان العلاقة دي تكمل. انت ملزم انك لما تكون عايز تسافر تغير جو تكلم اقرب صاحب ليك تعرض عليه عشان تسافروا سوا، ولو طلب منك انك تاجل السفر عشان هو مش فاضي فانت لازم تاجله عشان تروحوا سوا. وهو ملزم انك لما تكون في ضيق هو اول واحد يقف معاه. ابنك ملزم ان هو يذاكر من نفسه عشان مستقبله، ولكن انت ملزم انك تكافئه وتجيب له جايزه وتجيب له حاجه كويسه بمجرد ما يحقق اي انجاز في حياته. كل دي التزامات لازم يكون متفق عليها ما بين الاثنين اللي في ما بينهم علاقه. طب ان ما حصلش وكان في حد مقصر في الالتزامات بتاعته، هل العلاقه هتنتهي؟ لا، هننقل العلاقة للصفة الجوكر وبعدها نقرر هل هتنتهي ولا لا. تاني صفة في الجانب ده والسادسة في كل الصفات هي المرونة. اسأل نفسك سؤال: لو شريكك في العلاقة حب ان هو يقعد لوحده لفترة ومش عايزك تكون معاه وبرضه مش عايز حد غيرك يكون معاه، هو بس حابب ان هو يقعد لوحده، هل هتزعل وهتفكر ان هو كده خلاص ما بقاش عايزك؟ لو الإجابة فحب اقول لحضرتك ان انت ما عندكش مرونة في العلاقة دي. العلاقة اللي ما بيكونش فيها مرونة واستقلالية لفترة معينة مش بتكمل، لانك بعد فترة هتحس بالخنقة. يعني بالنسبة للعلاقة الزوجية ممكن زوجك
زوجك يكون هو كل حاجه في حياتك، وبيخليكي تنسي اي علاقه تانية في حياتك زي علاقتك باصحابك وعلاقتك باهلك. ممكن صاحبك يكون شارط عليك انك ولا تخرج ولا تقعد مع حد غيره، وساعتها تنسى ان اهلك واسرتك واصحابك التانيين ليهم حق عليك وليهم حق من وقت فراغك. كل الحاجات دي تبان ان هي حب زياده وعطاء زياده، لكن الشيء الزايد عن حده بيتقلب ضده، وبالتالي لازم كل طرف في العلاقه يكون مرن اكتر، وما يزعلش لما الطرف التاني يكون حابب يقعد لوحده لفتره. وانت ما ينفعش تعرف كل حاجه عن علاقه زوجتك باهلها، والعكس ما ينفعش هي تعرف كل حاجه عن علاقتك باهلك. لازم يكون في مساحه شخصيه مرنه في حياه كل واحد في العلاقه. طب افرض بشكل ما الصفه دي مش موجوده في العلاقه، هل هتنتهي؟ برضه لا، هناخدها على الصفه الجوكر. ثالث صفه هي الاستمتاع. عشان تعزز اي علاقه في الدنيا لازم دايما انت وشريكك في العلاقه تعملوا حاجات جديده. لازم يكون في وقت للمرح والترفيه. ممكن طرف في العلاقه يكون هو المسؤول انه يفكر ازاي يخلي فيه مرح في العلاقه، والطرف الثاني ينفذ. تهتم بعيد ميلاد صديقك وتشتري له هديه وهو كذلك. تشارك ابنك اهتماماته وتلعبوا مع بعض جيمين بلاي ستيشن وتنزلوا وتخرجوا. يا فهيم، يبقى كده الصفه دي المفروض تكون الاهتمام؟ لا، انا سميتها الاستمتاع لسبب صغير. على سبيل المثال، لو انت هتلعب مع ابنك بلاي ستيشن عشان تبسطه، ما ينفعش يكون هدفك ان انت تبسطه هو بس، لا انت كمان اتبسط. وافتكر زمان لما كنت بتلعب بلاي ستيشن انت واصحابك، فانت لما تلعب مع ابنك بلاي ستيشن حاول يبقى في منافسه ما بينك وما بينه، وحاول تكسبه وتفرح لما تجيب فيه جول. ده هيحسسه ان انت فعلا مهتم وبتستمتع بالوقت اللي انت بتقضيه معاه، مش مجرد ان انت عايز تبسطه وخلاص. طب ده لو ما حصلش، هل العلاقه هتنتهي؟ لا، هنروح على الصفه الجوكر وبعدها هنكرر. طيب احنا كده وصلنا للصفه الجوكر. هسيبك 3 ثواني تفكر ايه هي الصفه الجوكر، بس تقولها بالحرف زي ما انا ما هقولها. هسيبك 3 ثواني، ولو قلتها صح اكتب لي في الكومنتات. الصفة الجوكر يا صديقي الفهيم هي التواصل. أي علاقة في الدنيا فيها تقصير في أي صفة من الصفات اللي احنا اتكلمنا عليها تقدر تحلها لو في ما بينك وما بين شريكك في العلاقة لغة تواصل صحية. لو في كذب، لو في قلة احترام للمشاعر، لو في عدم التزام بالمسؤوليات، كل الحاجات دي تقدر تحلها في حالة إن أنت وشريكك في العلاقة في ما بينكم لغة تواصل صحية. لغة التواصل الصحية يا فهيم بتتكون من 3 حاجات أساسية. أول حاجة هي الإنصات. أي تقصير هيحصل في أي صفة من الصفات اللي احنا اتكلمنا عليهم هتجيب شريكك في العلاقة وتقعدوا تسمعوا وتفهموا بعض. لازم كل واحد فيكم يكون عنده مساحة للكلام والتاني قاعد بس بيسمع وبيفهم. تاني حاجة هي اختيار طريقة التواصل المناسبة. مستحيل يكون في مشكلة وتكون قادر انك تحلها في شات على واتساب او ماسنجر، وصعب جدا انك تحل مشاكل كبيرة في الموبايل. هسألك سؤال، هل لو انت عايز زيادة في المرتب بتاعك، هل من الصح ان انت تبعت مسج لمديرك وتقول له انا عايز زيادة في المرتب، ولا من الادب الوظيفي انك تروح له المكتب بتاعه وتستأذن منه وتطلب الطلب ده باحترام؟ بالظبط دي نفس الفكرة. اي تواصل بينك وبين اي شريك تربطكم علاقة مع بعض لازم وقتها تختار طريقة التواصل المناسبة. الحاجة الثالثة، امنع اي كلام هجومي او سلبي وقت التواصل. اوعى تهجم على شريكك بالكلام في وقت التواصل، لان في الاوقات دي كل طرف فيكم بيكون شايف ان هو الصح، وطالما الموضوع بعيد عن الدين وعن الحلال والحرام يبقى وارد انتوا الاثنين تكونوا غلط ووارد انتوا الاثنين تكونوا صح، لان مفيش حاجه اسمها الصح المطلق الا في الحلال والحرام. وبالتالي لازم وانت بتتكلم ما تاخدش موضع الهجوم على افكار ومشاعر الشخص اللي قدامك. احترم الاختلاف ورحب بيه وتعامل على اساسه. الفيديو طول مني، اتمنى يكون عجبك واضاف ليك ولو نسبه صغيره، فما تبخلش عليا باللايك والاشتراك في القناه لو انت مش مشترك، وفعل زرار الجرس. ولو عجبكم الحلقات اللي زي كده اكتبوا لي في الكومنتات. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.